ده كان منظري من 18 يوم، وده منظري النهارده بعد ما عملت حادثه كبيره وركبتي وكتفي باظوا. سالت الدكتور هرجع اتمرن امتى، رد عليا بالنص: تمرين؟ انت مالكش يا ابني تمرين. انا رديت عليه قلت له محدش ماشي كلامه عليا، ونزلت اتمرنت. اول وجبه ووجبه قبل التمرين 4 بيضات وبسطرمه ومشروم متقطع معاهم شوفان وموزه وسكر دايت وقرفه. عادي في صوصات دايت كتير منها المستردة والهوت صوص، دول ما فيهمش سعرات اصلا فبحطهم عادي على الاكل. وجبه متكامله هيلثي فاتس بروتين كارب كافيين. انت عايز ايه قبل التمرين تاني يا معلم؟ النهارده قررت اغير النظام، بدل بوش بول ليج هلعب ارنولد سبليت. مش كره في البوش بول ليج، بالعكس انا بحبه جدا، ولكن مجرد تغيير روتين مش اكتر، لكن نفس الفوليوم هو. دي اوزاني في اول يوم 15 و10 في الجنب يعني 25 كيلو، ودي اوزاني النهارده 4 15 يعني 60 كيلو في الجنب. الحمد لله في 18 يوم زياده الاوزان دي مع الاصابه اللي في كتفي فاحنا ماشيين كويس. وانا بخش واحده شيست وواحده ظهر عشان ما اهلكش الشيست كله او اهلك الظهر كله، فواحده وواحده. فلات شيست برده مقفل المكنه، سايب بلاطه واحده تقريبا عشان الحسد مش عارف سايبها ليه. الالبو سبورت ده نفعني جدا، ولو عايز تجيبه ممكن تجيبه من RBE واستخدم كود مانو10 هتلاقيني عامل لهم منشن تحت. الحمد لله التمرينه كملت على خير، كتفي ما عملهاش معايا النهارده. كل يوم بنزل اتمرن بقول يا ترى هتعملها معايا النهارده ولا تعديها على خير. انا خدت الريسك ان انا ما سمعتش كلام الدكتور، مش عايزك تعمل زي انت لازم تسمع كلام دكتورك. وجبه بعد التمرين بطاطس وفراخ، معلش انا اكلت نصها قبل التصوير كنت جعان. تتبيله وطريقه الفراخ دي معموله في فيديو بتاع البيتزا، واهم حاجه اوعى تنسى تعمل فولو عشان تكمل معايا بقيه الرحله للاخر.